السبع كيتصاحب مع النمر ما كيتصاحبش مع النعجه. بلا ما نهضروا حنا على داك البطاطا وداك الصوبه وداك البويكا اللي تعديو البنادم في الحبس. ولكن ما تيهمش، حنا ما تنمشيو للحبس على حساب الجوع، ولا تنمشيو للحبس على حساب الشرف ديالنا يا بعد الطايب. حنا تنمشيو للحبس على الشرف ديالنا والنفس ديالنا الخايبه، ما تنرضاوش. هذا هو المشكل اللي تيخلينا حنا نمشيو للحبس. اما الحبس راه احسن من هنا، احسن من برا، حيت تنتلاقاو مع الرجال. الحبس فيه الرجال، بالزنقه فيها الزوق حبات من الاخر. علاش حنا الحمد لله عندنا احبابنا اللي تيبغيونا وتيتبعونا وتيموتوا علينا، ولكن راه بفضل الله سبحانه وتعالى دابا ما يشكل الدنيا وقال لكم انا راني تندير وتنهضر وكذا. ملي تنهضر كلمه وحده راه فيها 1000 معنى. يا داك البهايم وفيقوا شي شويه وبركه من التبع ديال العرائرات، وحلوا قركم شي شويه في الواقع. شوفوا شنو قدامكم المستقبل. تصاحبوا مع اسرائيل، تصاحبوا مع اليهود، وما تصاحبوش مع الخنز العربه صاحبي. الجزائريين يقصفونا وكذا، شافونا حمير. حنا ما كنتنماوش، حنا ما كنتعاونوش بعضياتنا. كنديروا نعاونوا حنا الجزائر، حنا ما تنعاونوا حتى واحد. السبع كيتصاحب مع النمر ما كيتصاحبش مع النعجه يا الكلب يا الحمار يا الوسخ يا الخنز يا الميكروبات. وفيقوا شي شويه، فيقوا تعاونوا وتضامنوا بيناتكم ووصلوا الكلمه. خوتنا راه في الحباسات ضايعين وغارقين. هذوك راه ولاد بلادنا مساكن. شي تيجي وجدات يود الكازا العكاشه، شي تيمشي لراس الماء تكرفيس. النقص كاين والمعامله زوينه في الحبس ديال الموظفين وكذا، ولكن راه بنادم فهمتي تيموت تمينا بالجوع والنقص وتكرفيس. الماكله موسخه، تجيك الماكله صوب هكا بواحد العالم وكذا. لما كنت مصوفي وعندك الفلوس اصاحبي تخرج بفيريمي. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ الخنز الميكروب يوم علينا ويوم عليكم. انا دوزت ودازت الحمد لله وما راناش نادمين.